بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عصام بدر وفيديو جديد. انتهى منذ قليل لقاء نادي الزمالك ونادي فاركو بفوز نادي الزمالك بهدفين مقابل لا شيء في الجولة الختامية من الدوري المصري الممتاز. ولكن عايز قبل ما اتكلم واخش في اجواء الماتش، كل الشكر والتقدير والاحترام الى جماهير نادي الزمالك. تاني بكررها، كل الشكر والتقدير والاحترام إلى جماهير نادي الزمالك، لأن بصراحة جماهير نادي الزمالك عانت واستحملت الكثير والكثير. هذا الموسم استحملت أخطاء واضحة وصريحة من مجلس إدارة نادي الزمالك، استحملت بعض لاعبين ضيعوا بطولات كتير، بعض لاعبين موجودين في نادي الزمالك يعني لا يصلحوا لارتداء تيشيرت نادي الزمالك. خليني اقول لحضرتك برضو، كل المواقف والازمات اللي مرت على نادي الزمالك دي لو بتمر على نادي تاني، من الصعب ان تلاقي جماهيره سبورت كبير للنادي. يعني على سبيل المثال، نادي الزمالك خرج من عدة بطولات هذا الموسم، وتلاقي جماهير نادي الزمالك في أعداد متزايدة في حضور المباريات. بتلاقي ازمات كتير بتواجه نادي الزمالك، بتلاقي جماهير نادي الزمالك الداعم، بتلاقي جماهير نادي الزمالك المساندة، بتلاقي جماهير نادي الزمالك الداعمة، بتلاقي جماهير نادي الزمالك بكل فخر بتنتمي لكيان كبير اسمه كيان نادي الزمالك، بتحمل كيان بقلبها. هات لي اللي بيحصل في نادي الزمالك، هات لي التعنت اللي نادي الزمالك بيشوفه، سواء من مسؤولين عن ملف كرة القدم، سواء من إعلام، سواء من حكام. بعد كل ده وتلاقي جمهور نادي الزمالك بيتغنى بنادي الزمالك. جمهور نادي الزمالك عنده عيد، يوم عيد لما نادي الزمالك بيلعب لقاء. فبصراحة كان لازم ابتدي واتشرف ان انا واحد من جمهور نادي الزمالك العظيم، طبعا الجمهور الاوفى والاحسن في تشجيع كرة القدم على مستوى العالم. طيب، نبتدي بمجلس الادارة. هو سؤال لمجلس الادارة: هل نادي الزمالك يستحق منكم ما مر به هذا الموسم؟ انا شايف ان في بطء شديد جدا 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 من الناس في مجلس الادارة. شايف ان في، يعني انا مش عايز اقول كلمة برود، شايف ان في هدوء كبير جدا 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 من الناس في مجلس الادارة. طيب، نادي الزمالك بالنسبة للناس المسؤولين عن الرياضة او المسؤولين عن ملف الدوري المصري، او الناس اللي مسؤولة في رابطة الاندية، بنشوف بيعملوا ايه مع نادي الزمالك، ونادي الزمالك بكل هدوء ما بيتكلموش. طيب، بنشوف الحكام عملت ايه مع نادي الزمالك، والناس بكل هدوء، اخرهم بيان واحد، بيان بس، ما بيعملوش اكتر من بيان. طيب، خليني كمان اقول لحضرتك الصفقات اللي جابوها جزء من الناس اللي موجوده في المجلس، الا وهي زياد كمال قبل ما يمشي. خليني اقول لحضرتك محمد عاطف، مهاب ياسر، متيابه، مشلاك كونراد، الناس دي كلها. طبعا الكلام ده كله قبل ما تيجي لجنه التخطيط. طيب، الصفقات اللي انتوا جبتوها دي هل اتت بثمارها داخل نادي الزمالك؟ لا، ما اتتش بثمارها داخل نادي الزمالك. نادي الزمالك خرج من عده بطولات هذا الموسم باستثناء كاس مصر اللي هو النهائي يوم الخميس القادم ان شاء الله امام نادي بيراميدز. طيب، هل انتوا راضيين كمجلس اداره على الوضع اللي فيه نادي الزمالك؟ طيب، نمره اتنين: هل الناس اللي جابت الصفقات دي، هل الناس دي يعني مثلا او الشخص ده اللي جاب الصفقات دي، هل هو على ما يرام حاليا؟ هل يصح ان نادي الزمالك يطلع من يعني ما ينافسش على الدوري، بيطلع من من الكونفدراليه اللي هو حاصل على اللقب بتاع اخر عامين؟ هل كمان يصح ان نادي الزمالك بيبعد عن دوري ابطال افريقيا، كمان مش هيلعب لسه العام القادم ان شاء الله، او الدوري القادم في دوري ابطال افريقيا، وهي اهم بطوله عند نادي الزمالك؟ دوري ابطال افريقيا غايب عن نادي الزمالك منذ 22 عام تقريبا. الناس اللي موجوده، انتوا بتعملوا ايه؟ انتوا شغالين ازاي؟ اخر مره حصل نادي الزمالك على دوري ابطال افريقيا من حوالي 22 سنه. يعني انا مش فاهم ايه التارجت بتاعكم كمجلس اداره اللي شغال. وهنا احنا بننتقد، احنا هنا بنقول الحقيقه، وهنا مش هتسمعوا الا الحقيقه، سواء خبر او معلومه هتسمعها الصح بفضل الله هنا، وهتعرفها هنا. بننتقد في الصح. ده مش هجوم على حد، ده انتقاد، لان احنا ناس حرين، احنا ناس من الجماهير الاوفى والاحسن في العالم.
هل اللي حصل لنادي الزمالك ده هل يليق بنادي الزمالك؟ عندي لعيبه في نادي الزمالك لا تصلح لنادي الزمالك، عندي لعيبه لازم تغادر نادي الزمالك فورا. لعيب يعني لاعب زي مصطفى شلبي ده ما ينفعش يكمل، ما ينفعش يقعد السنه الجايه. مصطفى شلبي مش بتاع كوره. بصوا يا جماعه، واحد هيطلع يقول لي ده جاي من انبي مكسر الدنيا. مصطفى شلبي بقاله كام سنه في الزمالك؟ 3 سنين على ما اعتقد. طيب انت شفت مصطفى شلبي مؤثر مع نادي الزمالك؟ لا. شفت مصطفى شلبي جاب جون يعني مثلا وصلنا نهائي بيه؟ لا. شفت مصطفى شلبي جاب جون حصلنا على بطولة بسببه؟ لا. مفيش. مصطفى شلبي لا يعرف شيئا عن كرة القدم. النهارده بعد من جمهور نادي الزمالك لما يجي يبص في التشكيله يلاقي مصطفى شلبي يحط ايده على قلبه. ليه؟ لان مصطفى مش اضافه في الملعب. مصطفى شلبي مش اضافه لنادي الزمالك في الملعب. عندي واحد زي نبيل عماد دونجا. نبيل عماد دونجا لازم يرحل فورا. نبيل عماد دونجا ما ينفعش يكمل السنه الجايه في نادي الزمالك نهائي. وعلى فكره من ساعه ما نبيل عماد دونجا هو ما عملش الا حاجه واحده بس، السوبر الافريقي لما رقص على الاغنيه ومش عارف ايه والكلام ده. ومن ساعتها فين نبيل عماد دونجا؟ ان دونجا تحس يا جماعه، تحس ان هو بيتعاطى حقن بنزين في الملعب، تحس ان هو بيضرب حقن بنزين. بينزل دونجا بيلف بالكوره يستلم يرجع لجون الزمالك، يلف بالكوره ويستلم يرجع لجون الزمالك. هل هو ده دونجا؟ هل ده دونجا اللي كان جاي مكسر الدنيا من نادي بيراميدز؟ هل ده دونجا؟ ما هو اما اللعيبه دي ما بتعرفش تلعب كوره، اما في حاجه غلط في الزمالك، يا اما اللعيبه دي ما بتعرفش تلعب كوره. انا شايف اللعيبه دي بتعرفش تلعب كوره. انا كعصام كمشجع زملكاوي قبل ما اكون مسؤول عن حاجه، انا شايف اللعيبه دي بتعرفش تلعب كوره. هنا مش هقول الا الحق، انا لازم اقول الحق. هنا مش هتسمع الا الصح. دونجا هل جزء كبير من جماهير نادي الزمالك غير راضية عن دونجا. مصطفى شلبي نفس النظام، الزناري نفس النظام، الجزيري نفس النظام. ولو ان الجزيري بمستواه بيجي على فترات، بس انا نادي الزمالك، انا نادي البطولات، انا نادي الامجاد. ما ينفعش يبقى عندي لاعب بيلعب ماتش وثلاثة لا. بره بالسلامة سيف الدين الجزيري. انما الشكل اللي حصل مع نادي الزمالك هذا الموسم ان شاء الله لن يتكرر الموسم القادم. اللي مش قد المسؤوليه يتفضل، دي ما فيهاش مشكله. انتوا جيتوا بوعود واتكلمتوا مع الناس بوعود ان احنا هنعمل وهنسوي. هل اللي حصل بنادي الزمالك ده يليق بنادي الزمالك؟ مجلس الإدارة لازم تعافر على حق نادي الزمالك. أيضا مجلس الإدارة لازم تبقى يعني خليني أقول لحضرتك شرس لمن يتغول على نادي الزمالك. الإعلام الناس بالبلدي مقطعة نادي الزمالك، فارمين نادي الزمالك، البرامج ما وراهاش حاجة غير نادي الزمالك. والناس في مجلس الإدارة عندهم هدوء يحصدوا عليه. هدوء أنا مش فاهم انتوا الهدوء ده انتوا جايبينه منين؟ انتوا بعض القنوات بتهاجم نادي الزمالك باستمرار. يعني انتوا مش شايفين اليوتيوبرات المحسوبه على النادي المنافس بتطلع التقطيع اللي بتعمله في نادي الزمالك؟ يعني هل انتوا عاجبكم؟ يبدو ان الناس مبسوطه، يعني يبدو الناس مبسوطه باللي بيحصل في نادي الزمالك. فين المنظومه الاعلاميه بتاعت نادي الزمالك اللي هي المفروض تحمي اللعيبه وتحمي نادي الزمالك؟ فين الكوادر الاعلاميه اللي موجوده في قناه نادي الزمالك؟ المفروض بيطلعوا يتعاملوا مع القنوات الاعلاميه الاخرى موقف ند بند. كل قنوات الاعلام بيتكلموا على نادي واحد بس الزمالك، بيتكلموا على سلبيات الزمالك، بيتكلموش على ايجابيات الزمالك. طب هل نادي الزمالك هو الوحيد اللي عنده مشاكل؟ ما بتتكلموش على ناس زمالك بس، ده عشان ما فيش حد بيحاسبهم، عشان ما فيش حد بيقول لهم انتوا بتعملوا ايه. ما في بنشوف نادي اخر اي حد مجرد ما بيتكلم عليه شكوى للمجلس الاعلى للاعلام، بنشوف نادي اخر اي حد مجرد ما بيذكر اسمه شكوى للنائب العام. طب هو انتوا حضراتكم قاعدين بتعملوا ايه؟ انتوا قاعدين بتعملوا ايه؟ مش شايفين الاسفاف اللي على نادي الزمالك ليل ونهار؟ مش شايفين السخريه من مقدمي البرامج في التلفزيون ليل ونهار على نادي الزمالك؟ مش شايفين المداخلات اللي بيعملوها مع لاعبين سابقين في نادي الزمالك والاسفاف على نادي الزمالك؟ انتوا حضراتكم موجودين بتعملوا ايه؟ ايه التارجت بتاعكم اللي انتوا بتعملوه؟ لعيبه ما جبتوش لعيبه حلوه خالص. نادي الزمالك وانهار هذا الموسم وخرج من كل البطولات. وعلى فكره مش في كره القدم بس، ده في جميع العاب نادي الزمالك، حتى الصالات منهارين ضايعين فيها. هل اللي بيحصل في نادي الزمالك ده يليق بنادي الزمالك؟ عندي لعيبه لازم تطرد بره نادي الزمالك. انا المعلومه اللي عندي
ان لجنه التخطيط برئاسه الاستاذ عمرو الجنايني والكابتن، لجنه التخطيط مكونه من الاستاذ عمرو الجنايني والكابتن حازم امام والكابتن احمد حسام ميدو. انا بقول لك الناس دي معلومه ومؤكده مليار في الميه بفضل الله. الناس دي عاملين شغل عالي قوي قوي في التعاقدات. الناس دي من ساعه ما جت وملف التعاقدات سحب من الكابتن احمد سليمان، وملف التعاقدات معهم، لان صفقات الكابتن احمد سليمان بكل ادب هي مهاب ياسر، محمد عاطف، مع احترامي للعيبه دي كلها، كل اللعيبه على دماغي، انا ما عنديش مشكله معاهم. اي لاعب نادي الزمالك بيفاوضه فهو شرف ليه طبعا، اضافه ليه كبيره طبعا، يتمنى له ان هو يكون موجود في نادي الزمالك. انا بتكلم على العين اللي جابت اللعيبه، مثل محمد عاطف، زياد كمال، متيابه، مشلاك كونراد اللي فضلته عليه اشرف بن شرقي، مهاب ياسر، خليني اقول لحضرتك كمان محمد حمدي باك الشمال بتاع انبي. هل الصفقات دي تليق بنادي الزمالك؟ لا، ما تلاقيش بنادي الزمالك. فالمعلومه اللي عندي ان خلاص ملف كره القدم تم سحبه من الكابتن احمد سليمان الى لجنه التخطيط. طيب لجنه التخطيط هتسمع عن صفقات عاليه جدا. لجنه التخطيط شغاله في فرق لما يكون لاعب كوره بينقي لاعب او بيجيب لاعب لنادي جماهيري كبير، وفي فرق ان يكون عضو مجلس اداره اصدقائه كلهم وكلاء لعيبه، فبالتالي بيجيب صفقات لا تليق بنادي الزمالك. قولا واحدا، انا قلت لك في اول الفيديو انت هنا مش هتسمع غير الحق ايا كان على مين. بفضل الله لا هيهمنا حد ولا هنخاف من حد، طول ما احنا بنتكلم في المعلومه الصح احنا مش هنخاف من حد. تاني هرجع اقول لحضرتك في فرق بين لما يكون لاعب كوره بيجيب لاعب لنادي جماهيري، وفي فرق بين لما يكون عضو مجلس اداره اصدقائه وكلاء لعيبه بيجيبوا للنادي صفقات. طيب خليني اقول لحضرتك ان لجنه التخطيط شغاله على اسماء رنانه. خليني اقول لحضرتك ايضا اللي لجنه التخطيط اتت بجون ادوارد. جون ادوارد ده اللي هو مدير التعاقدات. جون ادوارد ده هيسوق الراحلين عن نادي الزمالك بملايين، والايام القادمه ان شاء الله هتسمع الكلام ده. اللعيبه اللي هي مش هتكمل في نادي الزمالك وهتمشي من نادي الزمالك، وان شاء الله في الفيديو الجاي هننفرد لحضراتكم بالاسماء الراحلين كلها. اللعيبه اللي هي هترحل عن نادي الزمالك الملف ده بقى في ايد جون ادوارد. جون ادوارد هيسوق اللعيبه دي بملايين الملايين لنادي الزمالك. هو ده الفرق بين لجنه التخطيط وبين اعضاء مجلس اداره نادي الزمالك، مع كامل الاحترام للجميع. ففي تنسيق شغال دلوقتي بين لجنه التخطيط وجون ادوارد، سواء في الراحلين او في اللاعبين اللي نادي الزمالك هيتعاقد معاهم الجداد. وخلينا انفرد بحضرتك واقول لك نادي الزمالك كمان في المفاوضات، او لجنه التخطيط في مفاوضات متقدمه مع مهند لاشين لاعب نادي بيراميدز. واحد ممكن يطلع يقول لي ايه، طب ما مهند لاشين هيلعب دوري ابطال افريقيا مع نادي بيراميدز امام سان داونز، ولو خد دوري الابطال خلاص هيبقى حط رجله في البطولات، بطولة يتمناها الكثير من اللاعبين داخل الدوري المصري الا وهي دوري ابطال افريقيا. طيب هقول لحضرتك حاجة، مهند لاشين شايف ان تجربة عبد الله السعيد في نادي الزمالك نجحت وبشدة. مهند لاشين شايف ان جمهور نادي الزمالك خلى عبد الله السعيد في حتة تانية خالص، فمهند لاشين عايز ينضم لنادي جماهيري. مهند لاشين ايضا خلاص مقتنع ومتفهم العرض المقدم له من نادي الزمالك من قبل لجنة التخطيط. وخليني اقول لحضرتك اللاعب اللي هو عايز ينجح بيروح نادي جماهيري ايا كان اسم النادي الجماهيري ايه، فدي اللي بتفرق مع اللاعب، الحته الجماهيريه. وخليني اقول لحضرتك كمان ان في اقناع من عبد الله السعيد لمهند لاشين ان هو يبقى موجود وينضم في نادي الزمالك. طيب من جانب مهند مرحب بانتقاله. طب يبقى ايه الاتفاق بين الناديين. خليني اقول لحضرتك ان نادي الزمالك تربطه علاقه جيده وقويه جدا في الوقت الحالي. يعني نادي الزمالك ونادي بيراميدز تقدر تقول زي ما تقول في توأمه بينهم دلوقتي، الناديين في علاقه جيده منهم، في علاقه جيده ما بينهم. ليه او من امتى؟ من ساعه احداث لقاء ماتش القمه اللي انسحب فيه النادي الاهلي، ففي العلاقات حلوه بالناديين مع بعض. طيب ممكن على خلفيه احداث انتقال مهند لاشين نادي الزمالك
ممكن تشوف صفقات تبادلية بين نادي الزمالك ونادي بيراميدز. طيب لحد كده لا. طب كمان ده نادي بيراميدز مش بيفاوض مهند لاشين بس، لا ده بيفاوض كمان مصطفى فتحي. طيب قبل ما اجيلك لجزئيه مصطفى فتحي اقفل لك ملف مهند لاشين. طيب مهند لاشين لو ما جاش في صفقه تبادليه مثلا، هيجي بيع وشراء مش بالارقام اللي كان نادي بيراميدز بيطلبها من نادي الزمالك في الفتره السابقه، لا هتبقى ارقام يعني قليله. ليه؟ لان انا قلت لك الناديين بتربطهم علاقه قويه وعلاقه جيده في الوقت الحالي. مش هتسمع خلاص ان مثلا نادي الزمالك مثلا زي ما كان السنه اللي فاتت كان بيطلب مثلا اسامه جلال، نادي بيراميدز كان بيقول له 2 مليون دولار، مش هتسمع الكلام ده. ده فيما يخص مهند لاشين. وارد مهند لاشين ينتقل لنادي الزمالك، وارد تتم الصفقة متولي الصفقة الكابتن أحمد حسام ميدو ولجنة التخطيط عامة. طيب من مهند لاشين إلى مصطفى فتحي، نادي الزمالك أيضا بيفاوض مصطفى فتحي. طيب خليني أقول لحضرتك معلومة، إن نادي بيراميدز او مصطفى فتحي حصل على وعد من نادي بيراميدز في حالة حصوله على لقب دوري ابطال افريقيا هيصبح مصطفى فتحي لاعبا في نادي الزمالك. ممكن واحد يطلع يقول لي طب ليه لو خدوا دوري الابطال؟ هقول لحضرتك ليه. لان مجرد ان نادي بيراميدز ما ياخد دوري الابطال هو كده وصل للعالميه، هو كده وصل لليفل بعيد. نادي لسه طالع عمره حديث في الدوري المصري الممتاز، سنوات تتعدى على اصابع الايدي، وحصل على لقب دوري ابطال افريقيا. وخليني اقول لحضرتك ان مكان مصطفى فيه لعيبه كتير. فمصطفى فتحي من السنه اللي فاتت وهو كان عايز ينتقل لنادي الزمالك. فزي ما بقول لحضرتك كده لجنه التخطيط ايضا اتكلمت مع مصطفى فتحي ليه على خلفيه تعويضه ورحيل مصطفى شلبي، ايا كان مصطفى فتحي يلعب جناح يمين او شمال ايا كان. في كلتا الحالات ان شاء الله كده كده مصطفى شلبي هيطرد بره. فمصطفى حصل على وعد من نادي بيراميدز، وارد مصطفى ينتقل لنادي الزمالك، وارد وبشدة. طيب خلينا نشوف يعني نادي الزمالك هيوصل لإيه مع نادي بيراميدز في انتقال مصطفى فتحي ومهند لاشين. طيب مصطفى فتحي مرحب بالانتقال لنادي الزمالك، وده كل الناس عارفة الكلام ده من بدري، يعني مش حاجة جديدة. طيب من جانب الإدارة فهي بتكثف المفاوضات مع مصطفى على إن مصطفى يتكلم مع الناس في إدارة بيراميدز إن هم يسيبوه يرحل بنهاية هذا الموسم. خليني كمان أقول لحضرتك إن مصطفى شايف إن فرصته كبيرة السنة دي. ليه؟ لأن مفيش لعيبة مميزة في نادي الزمالك دلوقتي، فمصطفى فتحي شايف إن هو لو انتقل لنادي الزمالك هيلعب أساسي. ممكن واحد يقول لي ما بيلعب في بيراميدز وبياخد مبالغ مالية كبيرة والدنيا جميله. هرجع واقول لك تاني نفس الرد اللي قلته لك في مهند. مصطفى يعني يمكن بيحب نادي الزمالك، مصطفى عايز برضو يعني الانديه الجماهيريه يا جماعه هي اللي بتعلي اللاعب. مصطفى فتحي لما كان في الزمالك، لما انتقل من كوكاكولا على ما اعتقد وراح نادي الزمالك، خرج للاحتراف في السعوديه. ليه؟ الزمالك عمل مصطفى فتحي. فالانديه الشعبيه بتبقى اضافه كبيره للعيبه. ممكن اللاعب يبقى في نادي بياخد ملايين مثلا كبيرة، يتنازل من أجل إن هو يلمع أكتر وأكتر في نادي شعبي، ويبقى النادي ده البوابة بتاعته للاحتراف. هي الكرة كده، هي الأندية الجماهيرية كده. فوارد ينتقل مصطفى فتحي، وارد وبشدة. خلينا نشوف اللي هيحصل أيضا في ملف مصطفى فتحي في الأيام القليلة القادمة. أشكر حضراتكم وأشوف حضراتكم في فيديو جديد.